مرحبا بجميع المتتبعين والمتتبعات ديالنا، نتمنى تكونوا على خير وبخير وديما في خير ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو المبارك ان شاء الله اللي هو كيتحدث على واحد الامر اللي هو مهم بزاف، وخاصة النساء يسألنا عنه. وهو في الحقيقة هذا الفيديو ماشي خاص غير بالنساء، ولكن حتى الرجال يستافدوا منه ويفيدوا النساء ديالهم ويفيدوا المقربين منهم. عدة مسائل النساء يسألن عنها، يريدن أن يستفيدن منها وأن يعرفن الحكم الشرعي فيها. إذن هذه المسألة هذه والأسئلة على هذه المسائل هذه ماشي غريبة، حتى قيل للصحابة رضي الله عنهم: كيف تعلمتم الدين أو الإسلام؟ قالوا: بلسان سؤول. يعني الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهوا عن ذلك. فقال أنس رضي الله عنه: فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية ليسأل لنسمع أو لنعرف أن الرجل البدوي ما كانش عارف النهي، فكان يعجبهم أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا وليتعلموا. من الأسئلة التي تسأل عنها أو تريد بعض النساء أن تعرف الحكم الشرعي فيها: صلاة المرأة، كيف تكون صلاة المرأة؟ صلاة المرأة سواء في بيتها أو خارج بيتها تكون سرا ولو في الصلاة الجهرية. وقال بعض العلم: لا بأس أن تجهر بقراءتها ما تسمع أذنيها والتي في جوارها من النساء واللواتي في جوارها من النساء. وكذلك كلما صلت داخل بيتها في بيت نومها خير لها من أن تصلي في البيت الذي يلي باب الدار. الباب اللي حدا البيت اللي حدا باب الدار راه ماشي هي الصلاة فيه، ماشي هي الصلاة في البيت اللي كتنعس فيه المرأة. كلما ابتعدت عن الأزقة وعن أنظار الرجال وعن مسامع الرجال كان أفضل. يعني أن تصلي في بيت نومها خير لها من أن تصلي في وسط دارها، وأن تصلي في وسط دارها خير لها من أن تصلي في البيت الذي يلي الباب لحدا الباب. وأن تصلي في بيتها خير لها من أن تصلي في المسجد. لكن إذا ذهبت إلى المسجد لا تمنع من المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله. وتقول عائشة رضي الله عنها: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا من نسائنا لمنعهن كما منعت بني إسرائيل نساءها. يعني المرأة إذا ذهبت إلى المسجد لا تمنع ولا تؤمر، لا تؤمر كما يؤمر الرجل ولا تمنع. لكن إذا خرجت ينبغي أن تخرج بالحجاب، وأن تخرج بإذن زوجها، وأن تخرج غير متعطرة، وأن لا تخرج وتسير وسط الطريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكن بحافة الطريق. الأحاديث التي جاءت حول المرأة سواء في الخروج أو في الطهارة أو في اللباس أو في الصلاة أو في السفر بدون محرم وما إلى ذلك، يعني الحديث الذي نهى النساء أن يسافرن بغير محرم، كل هذه الأحاديث يجب أن تفهم في سياقها الصحيح. هو هذه الأحاديث جاءت من أجل الحفاظ على هذه المرأة، تكريما لهذه المرأة، إعزاز هذه المرأة، إعلاء من شأن هذه المرأة. راه ماشي إهانة لها أو انتقاصا منها أو حيف عليها أو لأننا نجور عليها. راه جاءت هذه الأحاديث كلها من أجل المرأة، كلها من أجل تكريم المرأة. هذا هو السياق ديالها، وهذا هو المقصود الشرعي أو المقاصد الشرعية من الأحاديث التي تتحدث عن هذه المرأة. وإذا اضطرت المرأة أن تصلي خارج البيت وليس هناك ما يسترها، كانت في سفر مثلا ورأت أنها إذا أخرت الصلاة ستخرج عن وقتها، وخاصة الصلاة التي لا يمكن
لها أن تصليها جمع تقديم أو جمع تأخير. هناك من أهل العلم من قال تصلي جالسة، تجلس وتصلي حتى لا تنكشف عورتها أثناء الصلاة، أثناء الركوع والسجود، نظرا لوجود الرياح وما إلى ذلك خارج البيت. كذلك واحد المسألة اللي خصنا نعرفوها اللي كيسولوا عليها النساء، الطهارة ديال المرأة إذا طهرت من الحيض. المرأة تحيض، معلوم، المرأة التي تحيض إذا طهرت من الحيض بعد صلاة العصر، بعد أذان صلاة العصر، ماذا تصلي؟ يجب عليها أن تصلي معها الظهر لأنه وقت واحد. وبزاف اللي غايبة عليهم هذه المسألة، هذه هي الطهرات من بعد ماذا؟ من بعد الأذان ديال العصر. إذن خصها تصلي العصر والظهر. طهرت بعد العشاء تصلي المغرب والعشاء. وأن لا تمكن زوجها من نفسها أثناء الحيض أو النفاس أو هي صائمة الفرض، هذا من حقها، وليست معصية وليست آثمة وليست عاصية، بل هذا من حقها أن تمنع زوجها في هذه الأوقات، وكذلك في الحج، لأن هذه كبيرة من الكبائر. لا يجوز لهن أي النساء أن يمكن أزواجهن من أنفسهن في هذه الأمور وما يشبهها. ثم الخروج من البيت لابد أن يكون بإذن الزوج. أنا نصيحة للأزواج نقول لهم ودي أعطيوا للزوجات ديالكم واحد الإذن عام، إذن عام بالخروج. قل لها اخرجي متى كانت الضرورة محققة، واحد الضرورة التي تقدر بقدرها، تخرج باش هي ترفع الحرج على راسها وترفع الحرج عليك، وبعد مرات ما تقدرش تستشرك، ما عندهاش شي وسيله باش تتواصل معك، اعطيها واحد الاذن عام انها تخرج للضروره. اذا هي راه خدات منك واحد الاذن عام باش تخرج للضروره، وهذا مهم بزاف. ثم ان صله الرحم ديال بزاف ديال النساء تيسالوا عليها، ان الزوج ديالها كيمنع عن صله الرحم، تنقولوا ليه اتق الله، ولكن هي شافت بان صله الرحم ديالها غترتب عليها مفسده كبيره كالطلاق مثلا، او لا واحد الهجران ديال الزوج لواحد مده طويله، راه الا ما مشاتش راه ليست آثمة. اذا منعت من صله الرحم هي ليست آثمة، باش نكونوا واضحين في هذه المساله هذه. راه ما يمكنش نحملوا المساله اكثر مما تحتمل، ما يمكنش نحملوا المراه واحد الاثم اللي هي ما عندهاش يد فيه، وهي ما ماشي لخاطرها وما دارتوش يعني متعمده. كتقول لك انا الزوج ديالي منعني من صله الرحم، تقول لي الا مشيتي غنطلقك، مثلا مشيتي عند الاخت ديالك او مشيتي عند الام ديالك او عند خالتك او كذا كذا، غادي نقولوا ليها اودي انت لست آثمة، وهو عليه ان يتقي الله، واللوم يقع عليه. خصنا نعرفوا هذه القضيه. هناك بعض النساء يسالن يقولن بان الزوج ما كيعطيهاش ما كيكفيها، واش تاخذ من المال ديالو بغير اذنه. وهذه حدثت، يعني في حقيقه حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. زوجة ابو سفيان قالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، ما كيعطينيش ما نفق انا وولدي، واش ناخذ من المال ديالو بلا اذن ديالو؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ويكفي ولدك. هناك بعض النساء يشتكين من هذا، يقول واش انا نتصرف في المال ديالو بلا الاذن ديالو لانه ما كينفقش عليا وما كينفقش على ولادي. نقولوا لها ودي، نقولوا لها خذي من المال ديالو بغير اذنه. هي تقول لك ودي راه قلتي لنا في واحد الفيديو من حقوق الزوج وأن لا تتصرف في ماله إلا بإذنه. هذيك في المسائل غير ضرورية، هذيك في المسائل غير ضرورية لا يحق لها أن تتصرف في ماله إلا بإذنه، شي حاجة اللي هي ماشي ضرورية. أما في الضرورية يجوز لها أن تتصرف في ماله بغير إذنه، وأن تأخذ ما يكفيها ويكفي ولدها. إذن بخلاصة القول، عندما نتحدث عن حجاب المرأة وعن طهارة المرأة وصلاة المرأة
وعن شهادة المرأة وعن سفر المرأة وخروج المرأة من البيت وما إلى ذلك، فهذا كله من أجل إعلاء شأن المرأة، من أجل رفعتها، من أجل الاهتمام بها والمحافظة عليها. هذا كله من أجلها، ماشي هو جور عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى تكونوا استفدتوا ولو قليلا إن شاء الله. وما تنساوناش تشتركوا في القناة ديال النزهة الجبلية إن شاء الله، وديروا سيدي ديروا لنا واحد إعجاب، وديروا لنا واحد التعليق وواحد المشاركة في القناة باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وحنا راه لنا الإشارة، بارطاجيو الفيديو مع أصحابكم والأقارب ديالكم باش تعم الفائدة. بارك الله فيكم.